مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ميت يوم تابنج داي 26. نتنفس مرة واحدة، ندخل في سبعة، نطلع في سبعة، ناخد مسؤوليتنا ونتعب مع بعض. آه هو لما بيكلمني وحش او لما ببعت له وما بيردش عليا، هل ده حاجة انا المسؤولة عنها ولا دي حاجة خارجة منه هو؟ نفس. تمام. برغم ان انا جوايا حاجة بتجيب لي المعاملة اللي أنا مش عايزاها من الشريك، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حل. برغم إن أنا جوايا حاجة بتجيب لي المعاملة اللي أنا مش عايزاها من الشريك، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم إن أنا جوايا حاجة بتجيب لي المعاملة اللي أنا مش عايزاها من الشريك، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم إن أنا جوايا حاجة بتجيب لي المعاملة اللي أنا مش عايزاها من الشريك، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. طريقة التفكير بتاعتي كل ما بلاحظ إن شريك حياتي بيقرب، عندي subconscious mind strategies، طرق غير واعية. الطرق دي تخليه يقلب عليا ويبعد. ولأني مش واعية للطرق دي، فدايما بقول إن أنا بقرب منه وهو بيعملني وحش. أنا مختارة أشوف إن أنا بقرب منه وهو بيعملني وحش. أنا مختارة أشوف إن أنا بقرب منه وهو بيعملني وحش. مختارة أشوف إن أنا بقرب منه بعمله كويس وهو بيعملني وحش. مختارة أشوف إن أنا بقرب منه وهو اللي بيعملني وحش. مختارة أشوف إن أنا بقرب منه وإن هو بيعملني وحش. برغم إن مفيش حاجة في قوانين العدل الإلهي بتقول إن أنتي بتطلعي محتوى طاقي وبتاخدي محتوى طاقي أكتر أو أقل من اللي بتطلعيه. ما ينفعش أبدا تطلعي حلو وتاخدي وحش. وأنا مختارة أتجاهل القانون ده، بحب نفسي وأقبلها بدون حب. برغم إن أنا مش مؤمنة بإن أنا باخد المحتوى الطاقي المكافئ للي بيخرج مني، بحب نفسي وأقبلها بدون حب. برغم ان انا لا اؤمن ان انا بخرج نوع الانرجي اللي بتبعد الاخر عني، وان البعد ده هو اختياري الطاقي، بحب نفسي وأقبلها بدون حدود. انا مش مؤمنة بمسؤوليتي اصلا عن اي حاجة. مش مؤمنة بقوانين الكون. مش مؤمنة بقانون التبادل، قانون الانعكاس، مش مؤمنة بقوانين الكون. ما اعرفش عدل ربنا بيجي ازاي اصلا. in addition مش مؤمنة بالعدل اساسا. انا مؤمنة بحاجة واحدة بس: my mental explanation. انا مؤمنه بالصوت اللي بسمعه في عقلي. زي التجربه اللي فيها خطين، واحد فيه سهم داخل لجوه وواحد فيه سهم طالع لبره. رغم ان بالمسطره السهمين متساويين، الخطين متساويين، لكن خداع البصر بيقول ان اللي السهم بتاعه طالع لبره اطول من اللي السهم بتاعه داخل لجوه. وانا طبعا
بؤمن باللي انا شايفاه، حتى لو اللي انا شايفاه ده غلط انا مؤمنة باللي انا شايفاه. ما عنديش باك اب سيستم يتأكد اذا كان اللي في عقلي ده صح ولا غلط. ما عنديش معيار اقيس عليه هو اللي انتي بتقوليه ده حقيقي ولا انتي بتألفي من عقلك. ما عنديش معيار للصدق والكذب. ما عنديش معيار للتحقيق الذاتي يعني. ما عنديش معيار فتبينوا دي. ما عنديش معيار، ما عنديش طريقة أتبين بيها إذا كنت اللي مصدقاه صدق أو كذب. ما عنديش معيار للتأكد. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنا ما عنديش معيار للتبين. اللي عقلي بيقوله سواء صح أو غلط هو صح. ما عنديش تشيك اب سيستم. مفيش طريقة أقدر أقيس بيها اللي في عقلي ده على أي حاجة عشان أعرف إذا كان صح ولا غلط. لو عقلي قال مفيش حاجة اسمها فيكتيم رول، مفيش حاجة اسمها ضحية، يبقى مفيش حاجة اسمها ضحية. لو عقلي قال لي مفيش حاجة اسمها إن أنتي بتفايبريت أوت انرجي، بتخرجي منك طاقة، وإن حسب معتقداتك الداخلية اللاواعية حسب ما بتاخدي من بره، هبقى مصدقة إن مفيش حاجة اسمها معتقدات داخلية أصلا. لو عقلي شكك في أي جزء من النظرية، تشريح المخ، معتقدات اللاواعية، الاستقبالات بالفلاتر، أي حاجة عقلي هيشكك فيها ويقول إنها مش حقيقية. لو عقلي قال لي إن ال subconscious mind مش بيستقبل أكتر من ال conscious mind، هصدق إن مفيش حاجة موجودة في ال subconscious mind أنا معرفهاش. مهما كان اللي عقلي هيقوله أنا مصدقاه. ولو عقلي قال لي إن أنتي بتاخدي معاملة وحشة أنتي مالكيش دعوة بيها، أنا هصدق عقلي. Just say yes to the present moment. أنا مصدقة عقلي مهما قال، سواء كان اللي بيقوله ده في نظريات بتأيده، ولا اللي كان عقلي بيقوله ده أي كلام. أنا مصدقة عقلي. لو أنكر علم أنا مصدقة عقلي. لو وراني الأزرق أسود أنا مصدقة عقلي. لو حذف معلومة معينة عشان يبني assumption مش حقيقي أنا مصدقة عقلي. صحيح أنا بتساب في الآخر ومحدش بيديني اللي أنا عايزاه، لكن ده مش سبب يخليني أتحقق من اللي أنا بقوله أو من اللي أنا مصدقه. برغم إن أنا متأكدة هنا ودلوقتي إني مش عايزة أتحقق من اللي جوايا. بحب نفسي أقبلها بدون حدود. برغم إن أنا راضية ومرتاحة مع اللي في عقلي، حتى لو كان خزعبلات، حتى لو كان جاي من حكايات جدتي بتاعت إن أبو رجل مسلوخة بيطلع بالليل. لو هي دي معتقداتي والحاجات اللي أنا مؤمنة بيها، فأنا لغاية النهاردة مش عايزة أتثبت من اللي في عقلي وأشوف هو صح ولا مش صح. بحب نفسي أقبلها بدون حدود. برغم إنه just say yes to the present moment، أنا هنا ودلوقتي مش عايزة أعمل filtration للي أنا مصدقاه. بحب نفسي أقبلها بدون حدود.
برغم ان انا مرتاحة مع اللي في عقلي، مع تصديق اي حاجة تطلع في عقلي، حتى لو اوهام، حتى لو خرافات، حتى لو خزعبلات، ايا كان انا مصدقة اللي في عقلي. بحب نفسي اقبلها بدون حدود، حتى لو اللي في عقلي ده مفيش اي حاجة بتأيده، حتى لو شفت بعيني حاجات عكس اللي في عقلي. انا مختارة اصدق اللي في عقلي، مش مختارة اتأكد منه. مهما كان غلط انا مش عايزة اغيره. just say yes to the present moment. اكتر حاجة انا مش عايزة اغيرها في عقلي هي فكرة ان انا ملطشة. دي اكتر فكرة جميلة مهينة انا عايزة افضل محتفظة بيها. هو بيعاملني وحش عشان هو مسؤول عن ان انا ملطشة، هو شايف له رؤية دلوقتي ان انا شخص لا يستحق الاحترام. دي حاجة انا ماليش دخل فيها، وانا مبسوطة قصاد ان انا ماليش دخل فيها. كل اللي انا بعمله ان انا كل شخص يشوف ان انا لا استحق الاحترام اعمل له اسكيب واروح لشخص تاني، يشوف ان انا لا استحق الاحترام اعمل له سكيب واروح لشخص تالت. هو ده دوري، ان انا اعمل ديتكتنج للناس اللي شايفة ان انا لا استحق الاحترام. لكن ان انا اغير اللي في عقلي واخد مسؤوليتي قصاد ده، دي حاجة انا مش ناوية اعملها. البادي ريلاكسنج اللي انا حاساه دلوقتي مع ان انا اخترت اشوف الصدق بتاعي في اي وقت. بحس ان انا مرتاحة اكتر لاني اكون اكثر صدقا، لاني ابقى ماشية صح في الحياة. اللحظة اللي احتاج فيها اني اوقف صراع مع العالم الخارجي، اوقف كونفليكت مع الاخر، اختار النضج الذاتي. انا عايزة انا اكون بنفسي متوازنة، عايزة اشوف الصح في القصة دي يبقى شكله ايه. اختار اني اكبر وابطل دبدبة في الارض. اختار ان انا فعلا عايزة احب نفسي حب يديني الاحترام والخير والكرم من الاخرين. في اي لحظة بختار الاستثمار في نفسي بدل الشكوى من الاخر. دايما متاح اني ارجع للستيشن دي علشان اعمل اختيار جديد، ان انا اتبين الموجود في عقلي، اشوف هو ده فعلا صح ولا غلط. هل دي قوانين الكون اللي الدنيا ماشية عليها ولا في حاجة تانية وأنا محتاجة أختار مصلحتي. أي لحظة بقرر إني أحب نفسي بما يكفي عشان أختار الحل، دايما متاح إني أشتغل السيشن وأختار أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة، بدخل في 7 بطلع في 7، استقبل نور مكان اللي خرج. أيوة.